واخيرا وصلنا اجمل واهدى مكان فيهم وهو البلو لاجون. المكان اللي انتم شايفين المايه فيه كريستاليه جدا، ما فيش فيها اي موج، مناسبه جدا لو انت يعني مش حابب الموج او ما بتعرفش تعوم، او ممكن تكون بتعرف تعوم عادي بس عايز تقعد تسترخي في الجمال اللي حوالينا ده. المكان زي ما انتم شايفين خيالي، جبال، شمس يعني دافيه جدا 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 بالذات في التوقيت ده، ميه كريستاليه وريحه البحر والهدوء والمنظر الخيالي اللي مناسب جدا لو انت حابب ان انت تتصور هنا كصور او كريلز، يعني بسبب الكيرف اللي ورانا دوت اللي مخلي المنظر هنا عالمي فعلا. احنا حاليا في النقطه الثالثه والاخيره والاهدى فيهم يعني، والوصول لهنا ما كانش عن طريق الزودياك زي ما انتم شفتوا، اللي مخلي التجربه كانها مغامره. هو فكره العربيات اللي بنركبها دي، وان كنت ضدها طبعا، هم هنا كده كده بيمشوا بيها بسرعه بطيئه، لكن فكره انك تبقى قاعد في صندوق في اماكن ثانيه في دهب للاسف العربيه بتجري على 120، فلو العربيه اتقلبت فرصه ان حد يخرج منها سليم دي طبعا بتعتبر يعني شبه مستحيله. لكن على كل المكان جميل وخيالي، مجرد ما تيجي هنا لازم هتتوهم وتبقى مش عايز تسيب فعلا الجمال دوت. التكلفه طبعا احنا بنتكلم على 450 جنيه قصاد الكم ده من الخدمات والحاجات اللي انت بتروحها، بيعتبر حاجه عظيمه جدا يعني. الفكره طبعا احنا كنا بنفضل ما بين الرحله ديت والرحله البحريه. الرحله البحريه على قد ما بتبقى ممتعه لكن بتبقى ممله شويه، مفيش فيها جديد، فانت لو عندك اختيار حاجه واحده سواء ده او ده اختار وانت مطمن الرحله دي، لان فيها حركه وتنوع وكذا مكان انت بتروحهم وشبه مغامرات يعني. Tried the last one on, couldn't speak, fell off. اللي جنبنا ده طبعا مش بحر ولا بحيره، ده طبعا هي ارض، لكن الميه هنا بتبقى عاليه وبتدخل من المدخل اللي موجود هناك دوت، فبعدها بتملى المكان كده بالكامل وبتحسسك ان هي بحيره، يمكن علشان كده هي اسمها طبعا لاجون.